بقى لي فترة كده وأنا باقلِّب باشوف ناس بتقعد تقول أنت عندك تعفُّن دماغ، لو عندك تعفُّن دماغ اعمل مش عارف إيه، فمصطلح تعفُّن دماغ ده مش مرض طبّي خالص، ده لا يوجد ليه وجود أصلًا من الأمراض رسميًا يعني، ده موضوع بييجي بسبب التشتُّت الكتير أو الدخول في مواضيع مختلفة كتير، يعني تبقى بتتفرّج مثلًا على ريل كورة، بعد كده بتقلب بتشوف مثلًا ريل أكل، بعد كده بتقلب بتشوف ريل عربية، بعد كده بتقلب بيحصل لك زي تشتُّت أو كده، وعلاج الموضوع دوّة سهل جدًا أصلًا، تقليل التعرُّض للشاشات، أي شاشة تقلل التعرُّض ليها خالص، تنظيم المحتوى، إن أنت تشوف محتوى يكون حاجة مُخّك عايز يشوفها، يعني تفتح اليوتيوب وتبحث أو تفتح أي منصة وتبحث عن الموضوع اللي أنت عايزه، وتبدأ تدوّر فيه، تعمل نمط حياة صحّي، يعني تنام كويس وتصحى كويس، لكن تعفُّن الدماغ مش مرض اللي هو يتعمل له كل الكلام ده، الناس كلّها بتقعد تتكلّم عن الموضوع دوّة إن هو حاجة صعبة ولازم توقّف موبايل ما تمسكش موبايل تاني ومش عارف إيه، وما تستخدمش السوشيال ميديا خالص وهي السبب وبتاع، ففي الأغلب ده العلاج يعني، لكن الموضوع مش مرض، يعني مش مرض حقيقي وليس له أي وجود كمرض أصلًا تعفُّن دماغ يعني.